ناس يفكرون ان الامر معروف والنهي عن المنكر سلب للحريه. يعني هم في لا، هو تشدد وهكذا يعني. اي بس هو سلب للفاعليه اذا انت رفضت الفكره. يعني وعلى فكره الليبراليه الاولى ما كانت تتعالى على الامر معروف والنهي عن المنكر، بالعكس كان جون ستيوارت ميل يقول خله جيد، فكره انك انت تزدري المخطئ وتنتقد المخطئ وهذا شيء جيد. لكن نحن تجاوزنا الليبراليه، انتقلنا الى ما بعد الليبراليه اذا صح التعبير. اليوم الناس لا يقبلون النقد. يعني انت مثلا اذا اردت انك تنصح احد ممنوع. هذه فكره حديثه ما كانت موجوده في السابق. فكره ما حد طلب رايك اي فكره ما حد طلب كل واحد على الله خالقه والله يحاسبه وما ادري ايش والى اخره، ودعوا الخلق للخالق، ولا هذه فكره جديده. يعني دعا الخلق للخالق هذه فكره صوفيه لكنها جاءت من اصل مسيحي. لكن هذه الان عند بعض الصوفيه يعني هذه الفكره، فكره ان الرغبه في الانكماش والحياد هي نتيجه الفكر الفرداني individualism. ايوه ان كل واحد يبقى بروحه، ما لك علاقه، خلي الناس تروح في داهيه. وهذه الحين فكره شائعه عند الناس، خليه يروح في داهيه، انت ما لك علاقه، عليك بنفسك. طيب هذا بيصلني بكره، هذا اذا راح في داهيه عياله بيروحون في داهيه، عياله بيلتقون بعيالي في المدرسه بيعلمونهم الداهيه هذه نفسها، وبالنهايه بتنتشر، بتصير ثقافه مجتمعيه. فكره انك لا تتدخل في نصح الناس هذه أسوأ فكره يمكن ان نتعلمها، لان معناها ايش؟ انك ادعى الباطل ينتشر. الان الباطل حاله شاذه، بكره الباطل يكبر يصير ثقافه، ثم يصير هو الحاله المهيمنه، تصير انت الشاذ، انت صاحب الصواب، انت الشاذ. لكن الامر بالمعروف لماذا خصص له الله عز وجل عشرات الايات؟ لانه هو الذي يضمن فعاليه المجتمع. اذا انت انهيت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انت جعلت المجتمع مثل المجتمعات الاوروبيه الان، محايده اخلاقيا، منكمشه. ترى المخطئ يخطئ خليه يطيح في داهيه، ما له علاقه. هذه فكره انانيه، فكره الفردانيه، انا متمحور حول مصالحي الخاصه، اللي يحصل عند الاخرين انا ما يهمني. احنا شفنا فيديوهات ولا شفت فيديو انا قبل يومين، شخصين يسرقون شخص ويمرون عليهم اشخاص ثانيين يشوفونهم وما ينتبهون لهم، وكأنه هذا نتاج للفردانيه. هذا نتاج الفردانيه، نتاج لهيمنه الفردانيه علينا، وللاسف الان هي تغلغلت الان عندنا، واصبح كل انسان معنيا بنفسه، ولو اصلا كل انسان انكر الخطا ما وجد الخطا. بس الناس اللي تخاف منه ان مع فكره التشدد مع الامر المعروف والنهي عن المنكر يكون في نوع يوصلنا هذا الى مرحله متشدده، ممكن تكون رجعيه وفق المقارنه الحاليه الموجوده بين الشرق والغرب. هذا كسل. بالعكس انا اتمنى والله يجيني واحد ينصحني يقول لي انت غلط ولا ما غلط. بالعكس اول شيء انت تضيق علي دائره الانحراف، لان لما المجتمع يسكت عني يعطيني مشروعيه ممارسه الخطا. ممكن انا استحي شوي، يعني لو واحد يقول لي غلط ولا شيء الى اخره استحي، لكن اذا ما يعني حاصروني انا ممكن تمرد على هذه، اتوسع بهذه الفكره وتصبح بعد ذلك ثقافه. لكن ليش انا اقول كسل؟ لان انت ما تبي ترد عليه، صح؟ هو قال لك هذا خطا، انت تقول لا اتركني، لا ما لك علاقه فيني. ليش؟ ما عندك قدره انك ترد، ما عندك قدره انك تدافع عن رايك. انت قاعد تقيد حريتي، في الحريه انا ما قيد حريتك، انا اقول لك يفعل، مرتبطه بالابداع وهكذا. انت ما قاعد تخليني ابدع، انت قاعد تقيدني في منطقه معينه. لا انا في فرق، احنا ما نتكلم عن الناحيه القانونيه، احنا نتكلم عن الناحيه الاخلاقيه. اي يعني انا ما قيدتك، انت سوي، بس انا بنتقدك. ما لي حق. لذلك هنا في نقطه خطيره، ان الغرب اليوم لم يعد فيه فكر اخلاقي، في احكام اخلاقيه لكن لا يوجد فيه فكر اخلاقي. كيف؟ الغربي الان يقول لك والله هذا جيد هذا سيء، لكن لا تناقشه ليش جيد وليش سيء. خلاص انا قلت ان هذا جيد لازم انت تسكت. مثلا انا والله اقول ان تغييري لجنسي من ذكر الى انثى بالنسبه لي جيد، انت ترى سيء، كيفك رايك، نسبيه الحقيقه، الحق نسبي، لكن لا تيجي تقول لي ليش جيد وليش سيء. انا ما دام هو اختار انتهت القضيه، صح؟ فبالتالي في احكام اخلاقيه. ليش انا اقول ما في فكر اخلاقي؟ لان الان يرفض تعليل الاحكام الاخلاقيه، واذا انتفى التعليل انتفت العقلنه، واذا انتفت العقلنه انتفى الفكر. يعني اليوم انت لما تقول عندي فكر اخلاقي معناته ان عندك اخلاق انت قادر تدافع عنها، لكن لما تقول خل كل واحد يسوي اللي يبي ولا تتكلم معه، لانه هو مش قادر يدافع عن نفسه، فهو عنده حكم لكن مش قادر يبرر ويدافع عن هذا الحكم، فبالتالي ما عندنا فكر. انا ما اقدر اقول لك ليش المجتمع اختار هذا الخلق. ليش؟ لان انت تقولي لا تناقشه، فاذا ما في نقاش ما في فكر. فهمت القصد؟